حطت لكم موسيقى واجواء كريسمس. قولوا عني انه ما عندي اجواء وقصص كرمالكم. حبيبي يا استاذ فيليب، الله يسلمك يا رب، وميرسي على الحلوة اليوم اللي اعطيتوني اياها من راديو الرابعة. حبايبي انتم، هلا بصور لكم الجايزة على الستوري. حمادات تجمعوا بسرعة، عندي موضوع كثير مهم بدي فضفض لكم. انا مشتاق فضفض. صوتك مريض، صمتك مريب، وعادي بشتاق له غيري فيك. صوتي مريض لانه هلا انا شوي واصل من السفر، ومبارح غنيت منيح الحمد لله. ف بتحب البروستات؟ بحب. انا مالي، انا من حبيبة الدجاج صراحة، بس بحب. الي يقبرني ربك. طيب خلينا نطرح موضوع. اول شيء انا كثير مشتاق لكم، وممنون لله اللي خلقكم على محبتكم اللي بتعطوني اياها والدعم اللي بتعطوني اياه. وانا مثل ما دايما بقول انه انا لولا هي المحبة وهذا الجيش الالكتروني واللي موجود على ارض الواقع عم بدعمني، ما فيني اكون باي محل انا بالعالم. بس هيك في كم شغلة انا اوكي، في شي هيك انا زعجني كتير، حاب انا اطلع فيه احكي عنه. اول شي كتير 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 عم يزعجني موضوع انه احنا كيف عم نطرح الشامي اعلاميا على انه هو مواد للتقييم. يعني بنكون نحن بقناة اعلامية معينة، فانا بدي اطلع ترند، بدي حلقتي تبين. بقوم شو بعمل؟ بسأل الضيف عن الشامي. بيكون الضيف مثلا اسمه حماد بلبن، بغض النظر عن الاسماء. فاذا كيف عم يتحول موضوع الشامي الى مادة للتقييم بكل اللقاءات، وبيجيني فلان وعلان ليقيم. لا بس والله هلا هو متراجع لانه كان يجيب مليار و100 مليون، هلا عم بيجيب مليار بس بالسنة. وينكم انتو؟ انه انت يعني فهمت شو قصدي؟ انه عم بتقارن وتقيم نجاح الشامي على اساس اول شيء انت مين، تاني شيء على اساس شو. فانه تاني شيء انا نفسي افهم خيانة مين طلعني، مين طلعني؟ الفلان الفلاني، ولا الشيخ مدري مين دعمني، ولا الفلان الشركة الفلانية، ولا انا مين يعني انا صراحة انا ضهت. قد ما بيطلع عالم على السوشيال ميديا بيقولوا لك انا طلعت الشامي، يورني جمالك انت ولا. ف كتر هالعبثية اللي موجودة حول اسم الشامي مش منطقية. بعدين شو بيسموها، شو هالمؤامرة اللي عم تعملوها؟ هعملها مؤامرة. شو هالمؤامرة تبع انه جمهور الشامي لعمر معين؟ شو اللي عمر معين؟ تخبرني انت. يعني انا انسان الحمد لله رب العالمين، الله يديم النعم. اول شي شخصيتي لا تتناسب اني اتخاطب فقط مع الاطفال، هاي اول شغلة. الشغلة الثانية موسيقتي انتو بتعانوا انه ما بتنفهم لانه تقيلة، بس الاطفال عم يفهموها، بس انتو ما عم تفهموها. معناتها الاطفال اذكى منكم ولا انتو كيفكم؟ طمنوني عنكم. بعدين فجأة بتظهر واحدة يعني هيك جهة إعلامية بتتحشني مع ما بعرف مين بالتقرير اللي بتعمله عني.
بنطلع بنعمل حفلة بتصير حالة بين الجمهور، بيتم التسويق لها على مدى شهر ونص بطريقة مستفزة وسلبية جدا. فهلا عندي 3-4 أسئلة أنا كتير مهمين. أول شي مين طلعني؟ قرروا لنعترف خي، قرروا لنعترف أنا مين طلعني؟ الفنان الفلاني ولا الشركة الفلانية ولا الإعلامي الفلاني ولا مين أنا طلعني خي؟ فهمونا. وإنه وقت بدكم تنطروا حدا يقيم الشامي، يكون على أساس أو بالأصل يرتقي فكريا كمرتبة أولى، ثم فنيا إلى الشامي. مش من منطلق مش من منطلق غرور أنا عم بحكي، لا وحياة أمي حاشا لله من كبرة النفس. عم بحكي من منطلق انه في امر مبالغ فيه، وكب حرام. يعني بيطلع افلام يقول لك عم بيقلدني. لان انت مين عم بيقلدك؟ انت شو برو؟ انا جاي من تركيا، انت وين كنت لما انا كنت 6-7 سنين ببيتي عم بخلق هاللون وهالنمط الموسيقي لاجي اطرحه بالعالم العربي؟ انا ما كنت بعرف عنك، انا كنت بسمع مثلا ابراهيم طاطلسس، كنت بغير محل. ما ناطر انت شو بتلبس، او ما ناطر ان حدا شو بيلبس. فهمت شو قصدي؟ انا مش مهتم بحدا، لهيك انا ما برد، ما بحكي بهالامور. يعني انا كل يوم بتنزل بمعدل من 2 كل يوم 3 مقابلات بتحكي عن الشام. انا ما برد على حدا، وبده يطلع الكاتب الفلاني يتفلسف على انه هو الكاتب الخارق الحارق المتفجر لا يلي هو بده يقيم كلماتي. طب انا وحياة الله احنا عم نساير بخبرية انه احنا عم نفهم ولا ما عم نفهم. انه انا فاهم انه انا مستفز لدرجة انه انت خي ما عم نعرف نحاربه لهذا الولد. احنا ما عم نعرف شو نعمل معه، يلعن عرضه من لولد. من نيجي نقول كلماته مو مفهومة بيسلخنا غنية 100 مليون. مش نقول لا الشامي متراجع سلخ ديو مع النجم طبعا تامر حسني، اكل المصيفيه كلياتها ودخل مصر. مش نقول لا هذا زلمه ما بيعرف يحكي مدري شو، بيسلخك مقابله بينيعك ما بتعرف ترد عليه بكلمتين. بفهمك كتير منيح انه انتم ما عم تعرفوا بولا طريقه تخاطبوا الشامي. يعني الحق معكم، امر جدا بديهي. بس انا اللي منتبه عليه انه انا ما بقلد حدا، الكل عم بقلد سماي. فهي شو هلا انا بعرف بعض الجهات يلي عم بتديرها لبعض الصفحات الاعلاميه، لانه الحمد لله رب العالمين نحن عندنا الاعلام بحقه 2.5 بعضهم طبعا، والنعم من كثير من الاعلام والصحافه. ولكن بعضهم هيك 2.5 بينشروا وببلشوا بقى يكبوا ويضربوا لك بالتصنيف لانه في شركه معينه كبت ملايين لكون معه، ما عم تعرف انا اكون معه. مش حكون معه، مش حكون. مش عم جمل يا الي والله وحياتك، مش عم جمل انا الخبريه. بس انا يعني انا ما عبالي يكون حد، بس فينن يحلوا عن سماي الكبار والصغار. خي ما بقى تحكوا فيه. لا اقولكم قصه ثانيه. حاسس حالي كتير ثقيل هلا. حياة امي اسف، حياة امي اسف، بس ده كتير بضايقوا الخلق انتو. بطلع بعمل حفله شهر ونص قضية رأي عام. خي شو سماكم؟ شو بكم؟ انا مالي فاضي رد، لانه عم سافر اعمل حفلات. انتوا واعيين؟ مين متراجع؟ مين انت عم تراجع؟ مين المتراجع خي؟ فسر لي. انا بس من شهر 5 ما نمت ببيتي. الحمد لله رب العالمين. الله يديم النعم. بس تعبتولي نفسيتي بسألتكم. او ما بقى عم بحب افتح لايف حاكي الجمهور، ولا عم بيجي عبالي افتح السوشيال ميديا حاكي جمهورك بحبه كتير. انا حدا بحب الناس، انا حدا بحب ربيت هيك رجال واجتماعي ولطيف، بحب الناس. يعني
واحد يكون انا كنت مثلا طبعا تحية لجمهور تونس، بكون بتونس عم بعمل تور 4 حفلات سولد اوت، 5 حفلات سولد اوت مع قرطاج، وهن هون قاعدين عم بيحكوا شامي متراجع. لا مين انت وينك؟ كيفك؟ طمني عنك، ابقى ارفع لي الو. وبس تعملوا هيك اجتماع انتوا بين بعضكم كلياتكم، تحددوا مين اللي طلعني وخبرونا خي. مش شي، مش قال له ميرسي بيبي، ميرسي انك طلعتني. بيكون في حفلة فيها شوية أولاد صغار يقبرني ربهم، أنا مستعد أقضي عمري عم غني لهم، لأنه هذا الجمهور اللي ما أكبر شوارب ما بيعرف يجيبه. أوكي، بتضووا عليه بالإعلام شهرين. حفلة امبارح ستارز اون بورد، كل عالم يمكن كان فوق ال 22 سنة، يمكن كان فيها آلاف، كتر خير الله. وهي حفلات مكررة جدا، عملت تور بأمريكا وبكندا، وعملت كتير حفلات من هذا النوع. عملت حفلة مراسي بمصر من هذا النوع، أنا بعمل للجيلين. بتحكوا عنها؟ ما بتحكوا عنها. شاطر بس واحد فنان كبير على أساس يكب سم علينا ويحاربنا من تحت لتحت، لأنه قلنا كلمة حق مرة من المرات، إنه لا هذا تبع أولاد. طب وحياة عينيكم، وحياتك يا أمي، أنا ما فتت لهون للفن رغم كل المحاربة اللي أنا هلا والجو هذا، لدرجة إن قفرتوا لك الجمهور نفر منكم. يعني بشوف أحيانا هيك بشيك على الكومنتات إنه ما عندكم قصة غير الشامي بتقلكم. الناس عم تقلكم ما عندكم قصة غير الشامي تحكوا عليها خيي. ليه عم تحاربوا للصبي؟ صارت الناس تقلكم ليه عم تحاربوا للصبي هلاد؟ بس وحياة عينيكم اللي جاي كتير حلو وكتير ممتع وكتير بيسلي. ومساء الخير. ما حتعرفوا تلاقوا علي ثغرة لاني كتير حقيقي، لاني كتير واضح وصريح مع العالم، لانه هذا انا، ومستفزكم انا كرمال هيك. انا لحقت اعمل لايف انه عندي كم شغلة كتير مهمة، وعم حضركم كتير اشياء كتير مهمة، ويشهد الله زرعنا كتير بالسنة الماضية، كرمال الجمهور اللي محبه وكرمال الناس اللي محبة. بس كل ما بتزيد المحبة وكل ما عم نسعى لنكبر الجمهور، بلاقي ذات الحرب، بلاقي الناس يلي جماعتنا هدول عم يضربونا من تحت. لخي ليه عم تضربني؟ ليه عم تكب سم علي بالاعلام؟ انا شو عملتلك؟ انا زلمة جيت غنيت نشرت طلعت حفلة، بعرف انا زلمة ابن مسرح، غنيت بالحفلة نجحت حفلاتي وانطلقت مثلي مثل باقي الفنانين. شو هالحالة الغريبة هالحالة الغريبة بطرح الأمور وتكبيرها وقلبتها بهذا الشكل وتحجيمها بهذا الشكل، إنه هذا مغني لفئة معينة. صيبة لك مو أنت يعني اللي مستهزئ بالموضوع وذكر خي صيبة للفئة. هو مجتهد قد ما أنا بجتهد وقد ما أنا بشتغل وتعبت حالي وقعدت سنين ببيتي، وما ضل المصيبة بأختها البشرية والكون ما عانيت منها، لأن الحمد لله رب العالمين هلا باستقرار نسبي بالفن. لا تجي تقلي انت انا فلان طلعك او لا انت بتغني الفئة. خي اعملهم، خي اذا انت دكور اعملهم وحلقني. بس الخير. انا كثير بحب هذا الشيء اللي انا بعمله، كثير بحب الناس اللي بتقدرني وبتحترمني. وصدقا والله العظيم انا انسان يعني ما بحمل ضغيني على ولا بشري بالكون، وما بالي همي بأمي مبسوطة، أبي مبسوط، أنا منيح.
بنزل على استوديو بقعد ساعات طلع غنية حلوة بعبر عن مشاعري. أنا هذا الحدا. وبحبكن كتير، وممنون للناس اللي عم تدعمني ليل نهار، والحمد لله على كل شي. والله اللي جاي أحلى. أنا إنسان ما بعرف مل، أنا بحب الشي اللي بعمله. واللايف التاني حيكون أهضم هذا لأنه عنا كتير أشياء نحكيها مع بعض. عنا أشياء نحكيها مع بعض، لهيك بحبها كتير من السودان. برني رب السودان وربكم كلكم.